هذه الأبيات بلسان الأخ ضياء الزويكي في عمه السجين المظلوم أحمد الزويكي فك الله أسره، تحكي وتعبر بما فيها. كلمات الشاعر أحمد حمود الزمر، أداء وألحان المنشد زياد القاضي، تسجيل استوديو تراك المهندس عبد الرحمن الصباحي. يقول ضياء غابني قد زاد همي وحزني، وانا صغير في سني قد ذقت كل الآلام، واليوم تزايد همي انهك فؤادي وجسمي، من يوم قالوا عمي محكوم عليه بالإعدام، والذنب انه قاتل ذاك الردي السافل، ذي هو بعرضي فاعل أبشع جريمة إجرام، من منكم يرضاها أرضه بمن سواها، من منكم ينساها مع مرار الأيام. قضيتي معروفة كشمسه مكشوفة، لكنها مكسوفة في عدلها يا حكام، وين الرجال والدولة رغم جريمة الاغتصاب رغم جريمة الاغتصاب ورغم إترافات المدعي عليه جريمة الاغتصاب والاغتصاب، ورغم هذا ورغم إثباتات أنه إيش كان القتل غير عمدا، تمام، حكموا على الأخ أحمد أخي أحمد حكم الإعدام. المفتوح تشبه قضية صدام، قلبي عليك يبكي دم من يوم قالوا تعدم، يا ليت والله يا عم كان كل هذا أحلام، خبر قصاصك أوجاع كل الحبايب وفجاع، في داخلي قد قطع وقف بقلبي الصمام، خبر قصاصك قاسي قشب منه راسي، والحزن أصبح راسي في وسط قلبي من عام، ضيقي وصل لحده من سجنكم والمدة، كيف يا رجال الشدة حمل التعب والآلام، يا قهر مزق روحي ما حد لجرحي يوحي، تعبت أنا من نوحي من شاف فعلي ما لام، ما كان ظني يقعد في السجن أيام واعد، يا رب احكم واشهد واحسن لنا بالختام، يا الله أنت المسند في السجن عمي أحمد، اجعل حياته أسعد وتخارجه يا علام، يا رب يا رب أدعيك عن ظلم عمي واشكيك، مظلوم ما به تشكيك منك الفرج يا علام، وفي الختم والآخر بختم بقول الشاعر، صلاة تغشى الطاهر شفيعنا في الإسلام، صلاة تغشى الطاهر شفيعنا في الإسلام.